اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم هجمه مرتده. النهارده هنتكلم عن ابرز الاحداث اللي حصلت على الساحه الكرويه المصريه. كابتن سيد عبد الحفيظ ومغادرته للنادي الاهلي. بس قبل اي شيء اتمنى تدعمونا لايك واشتراك في القناه، او لسه ما اشتركتوش اضغطوا على زر الجرس عشان يوصلكم جديدنا اول باول. يلا بينا نخش في الحلقه. مش هشوفك تاني. يصير حي لا. سلام يا صاحبي. سلام يا صاحبي. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره في النادي الاهلي طلع علينا مجلس اداره النادي الاهلي بقرار مفاجئ وزلزال حصل داخل جدران النادي الاهلي بمغادره وتوجيه الشكر لكابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد عبد الحفيظ من 12 سنه ومدير كوره في النادي الاهلي، طلع منهم فتره موسم ونص ايام الكابتن محمود طاهر لما كان رئيس للنادي الاهلي. ولما رجع كانت فريق الكوره بيمر باحداث كبيره جدا، وكان في اهتزاز في مستوى النادي الاهلي، وعدم سيطره على غرفه الملابس بصوره كبيره، والنادي الاهلي كان في اضطرابات كبيره ما بين معارضه لقرارات مجلس اداره النادي الاهلي ايام الكابتن محمود طاهر، وان الاهلي ماشي في طريق غير صحيح وبيحافظش على قيمه ومبادئه، وفتره دخول محمود الخطيب ورجوع كابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير كوره ناجح بكل المقاييس. الناس بتتكلم عنه وعن مقارنته بناس كبار قعدوا على نفس الكرسي زي كابتن صالح سليم وكابتن طارق سليم وكابتن حسن حمدي وكابتن ثابت البطل، بس كل الناس دي ما كانوش مديرين كوره في عصر السوشيال ميديا. كانت لما بيتعامل مع كام جريده معينه، اقصى حاجه موقع رياضي 2، هم اللي بيتعاملوا معاهم الصحفيين اللي قاعدين في المؤتمر الصحفي. الان كابتن سيد عبد الحفيظ كان قادر، عكس العصر بتاع سيد عبد الحفيظ. العصر بتاع كابتن سيد عبد الحفيظ سوشيال ميديا كبيره وكل الناس ليها اراء، وكام موقع وكام قناه وكام نشط يوتيوبر على اليوتيوب بيتكلم معاه، ناس كتير جدا بتقدر يتكلم معاها، وكان قادر يسيطر ويكون حائط صد لاي هجمات ضد النادي الاهلي، واي حد كان بيتعدى على النادي الاهلي او بيخبط بالمعنى البلدي في رموزه او قيم او مبادئ او حتى لاعبين النادي الاهلي. كان قادر كابتن سيد عبد الحفيظ يتصدر كل الكلام ده. كان قادر كابتن سيد عبد الحفيظ ان هو يواجه كل الازمات النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت دي، سواء عن طريق الحكام، سواء تهديدات ورسائل الاستاذ مرتضى منصور من جهه نادي الزمالك، سواء لجنه المسابقات، وازاي ان الضغط على النادي الاهلي والضغط بالحكام. كان كابتن سيد عبد الحفيظ قادر يواجه كل الكلام ده، وقادر يواجههم بكل ادب وذوق، وكمان عنده ردود وترجع كمان في نفس الوقت. سيد عبد الحفيظ نجح بكل المقاييس. لكن انا شايف في الموضوع ده ان النادي الاهلي وقت ما بلغه الشكر، افضل وقت لكابتن سيد عبد الحفيظ ان هو كان يغادر في الوقت ده. يعني حتى لو قلنا ان طريقه المغادره كانت المفروض تكون بشكل افضل من كده بشويه، يعني ان هو الراجل يبقى عارف كويس قوي ان هو ماشي ويطلع يعلنوا الكلام ده في مؤتمر صحفي عادي، وكابتن سيد عبد الحفيظ ماشي ويعملوا له حفله وديه، حتى لو مفيش مؤتمر صحفي حفله وديه احتراما لتاريخ كابتن سيد عبد الحفيظ والمجهودات الكبيره اللي عملها النادي الاهلي بالفتره اللي فاتت دي. لكن ايا ما يكن انا شايف ان الوقت ده كان افضل وقت كابتن سيد عبد الحفيظ تطلع من راجل كبير. انت اكبر موسم للنادي الاهلي حقق فيه كل البطولات اللي اشترك فيها، عدا كاس العالم للانديه. طبعا ان احنا عارفين ان الاهلي ما يقدرش ياخد كاس الانديه بالسكواد ده، محتاج تطورات على مستوى القائمه بتاعته عشان يقدر ينافس على كاس العالم للانديه زي ما شفنا الهلال السعودي والكلام ده. باختصار الاهلي قدر يجيب كل البطولات الممكنه، وموسم ناجح جدا لكابتن سيد عبد الحفيظ. ان يطلع في الوقت ده هيفضل كبير، يعني يفضل سيد عبد الحفيظ وقت ما يبقى الاهلي محتاجه هيبقى اسهمه كبيره. ليه؟ لان سيد عبد الحفيظ مشي والاهلي في عز استقراره، الاهلي جايب كل بطولاته، الاهلي محقق كل البطولات، كل السيطره على اوضه اللبس، قادر يتحكم وقادر يرد على كل شيء. فبالتالي اسهمه كبيره جدا، حتى لو فكر يرجع او ما فكرش يرجع قريب هيفضل في الصوره كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره الناجح. عكس
لو طلع مثلا في وقت النادي الاهلي بيمر بفتره سيئه، فيفضل اخر صوره للناس ان سيد عبد الحفيظ كان موجود والنادي الاهلي وقع وغرفه الملابس ما كانش حد قادر يسيطر عليها وكل السلبيات اللي ممكن يطلع بيها. لا، انا شايف ان في الوقت ده حتى لو كانت خروجه ربنا قدر له الخروج ده في وقت هو كويس جدا ليه، ويفضل عامل له صوره كبيره جدا في نظر جمهور النادي الاهلي. واحنا شايفين الحب اللي واقع لسيد عبد الحفيظ والتقدير ليه من جماهير النادي الاهلي على كل السوشيال ميديا. فالوقت ده كان افضل شيء ان هو يمشي. طب ايه اسباب بقى ان هو مشي؟ اتقال كتير بقى، اتقال في اسباب اكرم توفيق احتجز في الامارات وما كانش قادر ينزل، او في قطر وهو بيتعالج وما دفعوش فلوس الفندق، فدي من اسباب. اتقال ان هو اخل مبادئ النادي او بالنظام العام للنادي الاهلي. كل دي ما كانتش الاسباب الحقيقيه. الاسباب الحقيقيه ان كابتن سيد عبد الحفيظ كان معترض على عدم تواجده مع في اجتماعات مارسيل كولر مع كابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب كان بيجتمع بمارسيل كولر والمترجم بتاعه اجتماعات مكثفه علشان يشوف الاداره الفنيه وطرق الصفقات والكلام ده. كابتن سيد عبد الحفيظ ما كانش بيحضر الاجتماعات دي، والحاجه دي كانت مضايقه كابتن سيد عبد الحفيظ، وشايف ان هو كمدير كوره صورته ممكن تهتز قدام المدير الفني، ان انا المفروض ان انا اللي بوصل لك اي شيء انت محتاجه للاداره. فبالتالي انت بقى ليك لينك اوتوماتيكلي مع رئيس النادي، فبالتالي انا مش موجود، انت بعد كده مش هتشوفني. وكان شايف ان الموضوع ده يعني وضعه في موضع محرج شويه. واشتكى لكابتن محمود الخطيب وقال له من ضمن الكلام بتاعه ان هو لو الحاجه دي مضايقاه فممكن يغير ويجي حد تاني يقدر يتقبل الكلام ده، لان السيد عبد الحفيظ كان بيحضر اجتماعات من ايام كابتن حسن حمدي مع كل المديرين اللي جم عليه وعصرهم كلهم، كان بيحضر الاجتماعات الفنيه كلها. فان هو ما يحضرش الكلام ده ويبقى فيه مش تهميش ليه ولكن تجنيب ليه، ان هو في الاجتماعات الفنيه هو موجود مارسيل كولر مع الكابتن محمود الخطيب اوتوماتيك على طول بدون وجود مدير الكوره. المفروض ان هو اول حلقه وسط بين الجهاز الفني وبين الاداره بتاعه النادي الاهلي ورئيسه ومشرف الكوره كابتن محمود الخطيب. فقال له لا انا ممكن اغير او الكلام ده. ما كانش يعرف كابتن سيد عبد الحفيظ ان الموضوع يتاخد محمل الجد ويبدا فيه تغيير فعلا، ويشوفوا ان هو كان من بدري كان المفروض ان كابتن خالد بيبو بيتجهز ان هو يبقى مدير كوره خلفا لكابتن سيد عبد الحفيظ. فخدوا قرار. خلال القرار والشكل كان في مشكله، لان كابتن سيد عبد الحفيظ كان من باب ان انا احتراما لتاريخه الكبير كان يبقى في شكل ودي ان انا قدام الجماهير نطلع صوره واحده، الراجل خلاص اخر سنه بنقدم الشكر لسيد عبد الحفيظ وعاملين له حفله وديه، وبالتالي يظهر قدام الراي العام ان خلاص الامور فيها تراضي ما بين الطرفين، وان احنا نغير دلوقتي ادي الوقت ان الاهلي يغير مدير الكوره بتاعه ويستريح كابتن سيد عبد الحفيظ اكتر، ولو عايز النادي الاهلي في اي وقت هو موجود. لكن ده ما حصلش. بس يعني مش هنقول ان هو تعمد ان هو كابتن سيد عبد الحفيظ ما يبقاش ياخد تقديره الكامل، لكن يعني شفنا ان هو الاهلي خدها بصوره بروفيشنال شويه، بما ان سيد عبد الحفيظ راجل مدير كوره وفاهم، وهو نفسه كان بيقول ان هي لو كانت دامت لغيري ما كانتش وصلت لي، فهو عارف كويس قوي ان هيجي وقت وفيه التغيير، بس كان الشكل هو المهم بالنسبه للكل في الوقت ده. اتخذت بصوره بروفيشنال ان سيد عبد الحفيظ ابن من ابناء النادي ونوجه له الشكر ونتفق بالكلام ده. لكن انا كنت شايف لتاريخ سيد عبد الحفيظ والدور اللي اداه في الفتره اللي فاتت بالذات في الموسم الصعب اللي هو جه فيه، وكان الاهلي متراجع عن الزمالك ب 14 نقطه، وكان سيد عبد الحفيظ ليه الدور الابرز في ان هو يوجه كل الضغط على نادي الزمالك ويقدر يضغط على كل المنظومه الكرويه ويوجهها لصالح الاهلي بالضغط النفسي. كان ليه دور كبير، وكان ليه دور كبير في الردود وكيفيه الردود باحترام وبادب على كل من يتجاوز في حق النادي الاهلي. كان المفروض يطلع بصوره اجمل بكده بكتير وتقدير اكبر من كده بكتير، لكن في النهايه ده سنه الحياه وهو عارف كابتن سيد عبد الحفيظ كده. اتمنى له الافضل، وهيفضل ابن من ابناء النادي الاهلي وموجود في اي وقت. وده كان موجز سيد عبد الحفيظ وازاي خرج من النادي الاهلي وايه الاسباب اللي خلته يخرج، وده انا متهيألي كان الشكل الافضل.